سلام سلام، كي راكم حبابنا الزينين؟ ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه. كما كل يوم البنات كالعاده جبت لكم الوصفه جديده، وصفه حلوه الطابع او حلوه الطورنو. وصفه اكثر من رائعه البنات، ما كاش اللي ما يحبهاش، الصغير والكبير. واللي دائما تكون هذه الحلوه حاضره في افراحنا، في اعيادنا. والبنات اهم شيء في الوصفه هنا الكلاصاج تاع الطاليه، تاع السكر اللي غادي نديرها اليوم، اللي تقعد شهر البنات ما تيبس، ما يصرى لها والو. تنشف ربع ساعة، تكون ناشفة وما تيبسش البنات، تقعد شهر ما تيبش. تبعوا معايا البنات باش نكتشفوا جميع أسرار نجاح هذه الوصفة البنات. متابعة شيقة البنات. هنا في بول ديت كاس معمر، كيلت بالكاس، كاس تاع أم والد معمر بيض، ضفت عليه كاس سكر. نحرك الكل جيدا حتى يذوب السكر معانا مليح. نحرك جيدا حتى يذوب السكر مليح مليح البنات. نضيف هنا كاس مملوء جيدا من الزيت. مع دائما مواصلة التحريك. وهنا البنات نضيف ملعقة فانيليا وزيت سيترون مبشور ليمونة. هنا البنات الزيت الأخضر هذا يعطينا ذوق جميل جدا. وهنا البنات هذه الملعقة السحرية اللي غادي تخلي الطورنو تاعنا يجي طري هشيش ومام ذوق أكثر من رائع، اللي هي مغرف مازهر. وهنا درت زيت قرصة ملح. نخلط الكل جيدا. هذه الملعقة تاع المازهر البنات تعطيه ذوق أكثر من رائع ويجي طري. هنا البنات بديت نضيف الفرينة بشوية، وضفت على الفرينة هنايا البنات كيسين من الخميرة الكيميائية لا ليفور شيميك. نبدا نحرك بالعقل ونضيف الفرينة بالعقل باش من يبس لاباط حتى نتحصل على القوام المطلوب. هنا البنات لازم في الاخر تكون عندنا عجينة طرية تتلصق نوعا ما باش الكاطو تاعنا ما يجيش يابس. نبدو نلمو الفرينة بشوية بشوية. لازم البنات نخلوها طريه باش الحلوى كي طيب تتشقق تقعد طريه. هاي البنات هنا تحصلت على عجينه كما راكم تشوفوا طريه نوعا ما تتلصق. نجيب هنايا بلاستيك ونفرشه فوق البلون دو طرافاي ونطرح لاباط نتاعي ونبدا نطبع فيها بالطابع. هنا البنات الطابع تستعملوا شا عندكم. وهنا هذا البلاستيك البنات يساعدنا باش كي نرفدوا الحبه الشكل تاعها ما يتخسرش، يساعدنا غايه في الخدمه. نحط الحلوى تاعي في البلا تاع الكوشه. نكمل نطبع كاع الحلوى بنفس الشيء. هنا البنات كما كتشوفوا البنات العجينه طريه باش الكاطو تاعنا ما يجيش يابس. البنات اللي عجبتكم الوصفه وما تنسوش ديروا لنا لايك، تشتركوا في القناه. هنا البنات بعد ما حطيت كملت طبعت كاع الحلوى حطيتها طيب، مريت باش نحضر عفوا. هنا البنات باغي ندهن الحلوى تاعي بصفار البيض. درت عليه شويه القليل من نسكافيه وقليل مغرف صغيره حليب باش يعطينا لون ذهبي شباب البنات، باش تحصلوا على لون جميل. ندهن الحلوى هنا البنات ما دهنتهاش كامل. النصف اللي باغي ندير لها الطاليه خليته بدون صفار بيض ما دهنتهاش، والجزء الاخر اللي باغي الجزء الاخر درت له صفار البيض ودرت له زوقته شويه بهذه الحلوى تاع الالوان. والحبات اللي باغي نديرهم الطاليه ما نديرلهمش صفار البيض.
نكمل الحلوى تاعي كاع بهذه الطريقة. نحطها طيب على نار تحت المتوسطة بعد ما نكون سخنت الفرن تاعي مليح. نخليها طيب على النار تحت المتوسطة. كي طيب الحلوى تاعي من التحت البنات كي نشوفها حمارت من التحت نشعل عليها من الفوق باش تحمر. هنا البنات بعد ما دخلت الحلوى تاعي طيب مريت باش نحضر الطليه. هذا هو الكلاصاج غواي اللي قلت لكم عليه البنات. انا استعملت هنايا كميه قليله. نتوما غادي نعطيكم الوصفه وانتوما كي تبغوا تديروا كميه كبيره ضاعفوا المقادير. البنات الكلاصاج غوايه لشافيه. قلت درت ملعقه تاع ليمون، ملعقه تاع زيت، ملعقه تاع ماء الزهر، ملعقه تاع حليب، ونصف بياض بيضه. البياض اللي بقى لي من البيضه اللي درتها استعملته درت النصف فقط. نحرك الكل جيدا مليح بالفوي ومن بعد نبدا نحط في السكر غلاس. نحط في السكر مع ما ننسوش البنات نغربلوه. كي نحط سكر غلاس البنات كي نتحصل على قوام ثقيل وباش نتاكد بلي كلاصاج تاعي راه مليح نسيي في حبه تاع كاطو. الا شت الحبه بعد ما هود الكلاصاج الزائد الحبه تعرت سما مازال خاصها سكر غلاس. الحبه قعدت مكوفريه كوفيرت سما هنا نعرف بلي كلاصاج تاعي راه شباب كيما راكم تشوفوا البنات في الصوره. مامي هذا هو القوام اللي لازم تحصل عليه. هنا البنات باش استعملت نصف كميه ابيض. وهنا باش ندير اللون زدت باتاغون فريز في الكلاصاج تاعي باش ندير باش نلون الكلاصاج تاعي. هنا تاني كملت الحبات بنفس الطريقه البنات كلاصاج ناجح مليار في المية. يساعدك في الخدمه، ينشف بسرعه، وكي ينشف البنات ما مالغري يقعد شهر شهرين ما ييبسش البنات. هيا البنات الحلوى تاعنا جاهزه. بعد ما كملت هنا البنات راني عندي واحد الساعه ملي كملت هذا الكلاصاج. شوفوا البنات ناشف بغيون ناشف الله يبارك. من شوفوا البنات من انجح الوصفات تاع الطليه هذا هي الوصفه. دوك نخلي لكم في الوصفه المقادير تاع هذه الطليه. شوفوا البنات الله يبارك تبري وحدها وبالخوف تنشف ومالغري تقعد ما تيبسش البنات. تقعد الحلوى تاعنا طريه بها بالكلاصاج. البنات ان شاء الله الا عجبتكم الوصفه ما تنسوش ديروا لنا لايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. شهيتكم في الجنه ان شاء الله البنات تجربوها. واللي تجربها البنات خلينا في التعليقات رايها حول الوصفه. مع السلامه الى وصفه قادمه ان شاء الله.